هاي، ازيكم متابعينا الكرام والأعزاء. بعد إلغاء حفلة وظهور سعد المجرد في مصر، حملة ضد حفلة محمد رمضان في المغرب تضامنا مع مواطنهم المغربي والمغني سعد المجرد. على ما يبدو أطلق الناشطون مغاربة على تويتر اسم لا نريد محمد رمضان في المغرب، وذلك بعد إعلان الأخير عن حفل له في مراكش خلال شهر ديسمبر كانون الأول المقبل. وكان محمد رمضان قد نشر مؤخرا عبر حسابه على انستجرام فيديو من حفله الماضي في المملكة المغربية، وقال أن الحفل حضره 450 ألف شخص، معبرا عن ثقته بأن تكون القادمة مليونية. ليكون الرد من ناشطين مغاربة على تويتر بوسم لا نريد محمد رمضان في المغرب، الذي شهد تفاعلا كبيرا خلال الساعات الأخيرة، وبدأ لافتا تعبيرا بعض المتابعين المصريين على تأييدهم لأشقائهم المغاربة في موقفهم ضد رمضان. وربما تعود جذور الأزمة التي بنى عليها المناهضون لحفل محمد رمضان في المغرب إلى موقف سابق اتخذه ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا فيهما عن رفضهم لإقامة المغني المغربي سعد المجرد حفلا غنائيا في مصر خلال شهر ديسمبر الأول عام 2020 بدعوة اتهام الأخير بقضايا اغتصاب، ما اضطر الشركة المنظمة لحذف الملصق الدعائي للحفل من الموقع الإلكتروني المخصص للحجوزات ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي احتراما لرغبة الجمهور. وتكرر الموقف قبل شهر تقريبا حينما تم إلغاء بث إطلالة إعلامية لمجرد ضمن برنامج سهرانين بشكل مفاجئ على إحدى القنوات المصرية، وتم حذف الإعلان الترويجي من منصات القناة والبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي، بينما لا زال الرابط منشورا على حساب سعد المجرد الرسمي في فيسبوك، رغم أن هذا المحتوى غير متوفر. وفي غياب أي تعليق من القناة المصرية أو مقدم البرنامج الفنان أمير كرارة، ساد الاعتقاد وقتها أن بث إطلالة المجرد تأجل بسبب تزامنه مع ذكرى احتفالات حرب أكتوبر التي هنأ بها المغني المغربي الشعب المصري عبر حسابه الرسمي على انستجرام. لكن الحلقة لم تبث في الأسابيع اللاحقة، مع عزاز الاعتقاد بأن البث ألغي بسبب تجدد حملة أطلقها ناشطون مصريون مناهضون للتحرش على تويتر تحت اسم مش عايزين سعد المجرد في مصر. كما استفز عددا من الناشطين المغربيين على مواقع التواصل الاجتماعي ما اعتبروه تجاهلا للمغنيين المغربيين رضوان ونعمان بالعياشي في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الشهر الماضي، حينما شارك الفنان المصري محمد رمضان في تقديم أغنية حفل الافتتاح جو البنات. لكن إدارة المهرجان استدرجت ذلك بتوجيه الاعتذار للشعب المغربي عما وصفته بخطأ غير مقصود في الإعداد نتج عنه عدم تقديم المغنيين المغربيين، وأعربت في بيان رسمي عن أسفها لوقوع هذا الخطأ، وأكدت على احترامها الكامل لمشاركة الفنانين باعتبارهم قامات فنية عالمية ذات شعبية هائلة في المغرب والعالم العربي، وتقديرها للإنتاج الفني لهؤلاء المطربين. وأضاف إلى ذلك ما تردد في الصحافة عن أزمة وقعت بين محمد رمضان وسعد المجرد بسبب أغنية إنساي المشتركة بينهما، والذي تم حذفها لفترة من موقع اليوتيوب بعد تقدم المجرد بشكوى لإدارة موقع الفيديوهات الشهير بدعوى تجاهل إدارة أعمال محمد رمضان لطلباته المتكررة بدفع مستحقاته عنها، وبدا أن الأزمة سويت لاحقا. وعادت الأغنية للظهور على قناة اليوتيوب الرسمية لمحمد رمضان، وتجاوز عدد مشاهدوها مؤخرا 340 مليون مشاهدة. وإذا عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوش دعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس واختيار الكل ليصلكم كل جديد.